السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير، صباحك زي الفل. تعالوا نبص النهارده مع بعض على بعض الاخبار الرياضية اللي تهم عشاق كرة القدم وخاصة جماهير النادي الاهلي. صباح الفل عليكم جميعا. فيديو جديد من انسايد ذا بوكس. حابين نبدا اخبارنا النهارده مع نجم النادي الاهلي امام عاشور. بعد مرور 11 جوله من منافسات الدوري المصري وطبقا لتقييم موقع سوفا سكور، امام عاشور حتى اللحظه حصل على اعلى تقييم كافضل لاعب مصري السنه دي، وان شاء الله رب العالمين يستمر على نفس المجهود ونفس المستوى ويحصدها رسميا في نهايه السيزون. بيجي بعده في المركز الثاني ناس كتير جدا، وناس كتير جدا ممكن تفتكر زيزو ممكن يكون في المركز الثاني، ولكن للاسف المركز الثاني في افضل لاعب داخل الدوري المصري او في مصر السنه دي من نصيب مدافع بيراميدز علي جبر. اما زيزو فبيحتل المركز الثالث ومن بعده حسين الشحات. امام عاشور لعب مع الاهلي 10 ماتشات السنه دي، جاب فيهم 6 جوان وعمل 2 اسيست، بخلاف طبعا المستوى الرائع اللي هو بيقدمه. اضطر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يطلع في بيان رسمي يعتذر او يدافع عن نفسه عن التصريحات اللي اتفهمت واترجمت غلط في خلال مقابله ليه مع الصحيفه الالمانيه كيكر. وقال مارسيل كولر ان التصريحات بتاعته اتفهمت واترجمت بشكل خاطئ، وهو ان هو مستحيل ان هو يتكلم عن الدين الاسلامي او الدين اللي موجود في مصر بشكل غير لائق او على الثقافه المصريه بشكل غير لائق. ويعني لو جيت بصيت في الموضوع هتبقى موضوع صعب جدا لما يكون مدير فني يطلع يعني يتكلم في حاجات كده كريتيكال زي ما بنقول. الموضوع بيبقى صعب شويه. فيا ترى مين اللي اخذ الحوار بتاع مارسيل كولر وترجمه وحب يعمل بلبله كده علشان يغطي على حاجات تانية؟ جو فيجر. انت اصلا لو بصيت على السكريبت اللي بتوزع على الجروبات على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي هتعرف بالظبط انا اقصد مين. نادي الزمالك ارسل عرض رسمي فهمي نظمي لصاحب 21 عام اللاعب الجزائري عادل بولبينا. اللاعب الجزائري هداف نادي برادو الجزائري، وزي ما قلنا اللاعب عنده 21 سنه يعني سنه ممتاز، ولكن اللاعب عنده بخلاف عرض الزمالك الرسمي عروض تانية من انديه جزائريه كبيره، كمان بعض الانديه الاوروبيه. وهنا انا عايز اقول كلمتين حق بما يرضي الله والاجر على ربنا. اي لعيب بيروح اي نادي بيعمل الهوم ورك بتاعه كويس جدا، يعني لو في حد من قرايبه او من صحابه او من البلد اللي هو فيها موجود في الدوري ده بيروح يساله على نادي الفلاني هو عامل ايه، اخباره ايه، وبيقرا عنه الاخبار وبيشوف عنه ريفيوز، طب مشاكله ايه، طب اخد كام كاس، طب بينافس فين. اي لعيب كبير بيعمل الهوم وورك بتاعه علشان يقدر يقرر ويختار النادي الصح المناسب ليه ومستقبله. وهنا ياتي السؤال، انت كنادي زمالك نادي قطب كبير في الكره المصريه، يا ترى اخبار سمعتك الخارجيه ايه؟ يعني خلينا نقول ان عادل ده راح عمل الهوم وورك بتاعه على نادي الزمالك، يا ترى جوجل هيطلع له ايه؟ اللاعب عنده عروض تانية، يا ترى انت هتقدر تكون منافس قوي مع الانديه التانية اللي جايبه له عروض؟ هتقدر تكون منافس قوي ان انت تجذب اللاعبين عشان يلعبوا في النادي بتاعك؟ لو لقيت اجابه للسؤال ده دي اول طرق الاصلاح، والله اعلم. ومن ضمن طرق الاصلاح اللي نادي الزمالك ماشي عليها، نادي الزمالك قرر ان هو يوقف او خلينا نقول يعمل عمليه فريز للاعب المعار مشلاك. كلنا عارفين ان ميدو قبل كده قعد مع مشلاك علشان يتفاوض معاه ودي بحيث ان هو ياخد جزء من مستحقاته علشان يقطع الاعاره بتاعته، فبالتالي يجيبوا لعيب اجنبي تاني، ولكن مشلاك رفض، يا اما قيمه العقد كامل يا اما بلاش انا قاعد. وردا من نادي الزمالك على تعنت اللاعب، نادي الزمالك راح مخليه يتدرب انفرادي، يعني حبسه حبس انفرادي دون اي اسباب او اعذار. هي دي الوطيانه يا مان. احتمال كبير ان مشلاك يروح على الفيفا، وطبعا لو راح على الفيفا ممكن تلاقي الشارع كامل باسم نادي الزمالك، وده اللي انا بتكلم فيه. انت اخبار سمعتك الخارجيه ايه؟ احتمال كبير ان شاء الله في ماتش الاهلي الجاي مع بتروجيت يوم الخميس نشوف احد اقوى صفقات الميركاتو الشتوي اللي عملها النادي الاهلي، اللاعب احمد رضا لاعب بتروجيت بيلعب قدام فريقه السابق. مفيش شك ان احمد رضا من خلال الريفيوز والفيديوهات اللي شفناها له باين عليه ما شاء الله خامه نظيفه جدا، واكاد ينتابني احساس ان هو هيمشي على خطى مروان عطيه ويقدر يثبت مكانه ويسرق قلوب الاهلاويه من اول ماتش ويثبت مكانه في الملعب، واللي يقدر عليه يغيره. اتفرجت على لقاء كابتن جدو مع ابراهيم فايق من شويه. كابتن جدو الهادي اللبق جدا في الكلام، لاعب النادي الاهلي السابق واللي احرز معاه بطولات كتير، ودلوقتي هو في نادي
بيراميدز، مش كلاعب ولكن كاداري، تقريبا هو مدرب هناك. ولكن استوقفني بس بعد التصريحات اللي قالها جد بكل هدوء ولباقه وكده، انت فاهم. طبعا يعني هو جاب سيره التحكيم، وطبعا خلينا نكون متفقين، اهلي زمالك بيراميدز التحكيم جزء من اللعبه. يعني انت لو انسان منصف هتشوفها بالطريقه دي، انما لو انسان مضلل هتشوف ان التحكيم بيكون منحاز لفريق على طرف تاني، يبقى انت كده انسان مضلل. ولكن انت لو انسان منصف هتعرف ان التحكيم ليك وعليك. يعني الاهلي استفاد من التحكيم واتضرر من التحكيم، الزمالك استفاد من التحكيم واستفاد من التحكيم، بيراميدز استفاد من التحكيم وانضرر من التحكيم. فده اللي انا بتكلم فيه. لكن جد برضو يعني اتكلم عن الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتش الاهلي وبيراميدز، وانا كنت طلعت لايف قبل كده بين الشوطين، وكان بعد المباراه قلت لك يا عم طرد مش طرد بما يرضي الله، وكمان ضربه الجزاء فيها شك كبير جدا انها مش ضربه جزاء. تمام كده، تمام كده. تعالى نرجع كده بالسيزون اللي فات، ماتشات بيراميدز اللي كان بيلعبها في السكرات، لان العين كلها كانت على النادي الاهلي عشان يرجع ويحصل بيراميدز اللي بيلعب في التوب. اخدت كام نقط مباريات حرام يا جدو السيزون اللي فات تحديدا، تاني السيزون اللي فات تحديدا اخدت كام 3 بونت حرام من كام ماتش؟ دور عد وعرفني، لان بما يرضي الله انت السيزون اللي فات ليك على الاقل 3 ماتشات ب9 بونت اخدتهم حرام في حرام. يعني احقاقا للحق انت اصلا المفروض ما كنتش تنافس الاهلي السيزون اللي فات، ولكن مع ذلك بمساعده الاخرين فضلت تنافس الدوري لحد اخر نفس وبرضه ما اخدتش الدوري. الماتش مع الزمالك ليك ضربه جزاء واضحه للاعمى، ما شفتكش يعني جبت لها سيره او عملت لها اي منشن في اي جمله خبريه من اللي انت كنت بتقولها. استوقفني كمان كابتن جدو وهو بيقول احنا مش اعداء النادي الاهلي، احنا منافسين النادي الاهلي. بص يا كابتن جدو، انت انسان محترم ولعبت في النادي الاهلي قبل كده وعلى راسنا من فوق، وانت انسان فعلا شيك ومؤدب ومحترم، بس بالله عليك بلاش الجمله دي، لان نادي بيراميدز احنا كاهلاويه عارفين ان هو معمول علشان يهدم النادي الاهلي بفلوس من غير فلوس، هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يهدم النادي الاهلي فقط لا غير. هي واضحه للاعمى، فبلاش تضليل للحقائق وتاليف كلام. نختم بخبر ليس بالأكيد ولكن بالتأكيد كلنا نتمناه. تمت دعوة أمير القلوب، ساحر الكرة المصرية، عم الناس وعمنا شخصيا، أفضل من أنجبت الكرة المصرية والعربية والأفريقية خلقا ولعبا، كابتن محمد أبو تريكة. احتمال كبير يتشرف حفل الكاف قرعة الكوارتر فاينل لدوري الأبطال بتشريف الكابتن محمد أبو تريكة، ودي في حد ذاتها تتحط في كتب التاريخ مش لابو تريكة ولكن للكاف. الكاف عارف كويس جدا مين هو محمد ابو تريكة، وكل سنة بينزل بوستس على محمد ابو تريكة. We can't wait to see you magico. تأكيدا لأخبارنا امبارح كنا قلنا ان الاتحاد الافريقي قرر ان هو يعمل قرعة ما بين 17 ل 20، وتم التأكيد على يوم 20 علشان يعمل قرعة الكوارتر فاينل. زي ما قلنا قبل كده النادي الاهلي عنده واحد من ال3 فرق ان هو يقابلهم، الجيش الملكي المغربي، الترجي التونسي، والهلال السوداني. انا عن نفسي الهلال السوداني، ومش عايز اقول كل شويه نفسي الهلال السوداني وفي الاخر الهلال السوداني يطلعنا، بس في الوقت الحالي انا عايز ابعد عن الترجي وعايز ابعد عن الجيش الملكي المغربي، مش علشان قوه فرقتهم ولكن علشان قوه جماهيرهم. بس كده دي كل حاجه كانت معانا النهارده، شكرا جدا لوقتك واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس يا مان.